إن هذه الترقية تندرج ضمن إرث بنائي تم تشكيله من خلال تجارب استثنائية لأسلافه. جده الملك الحسن الثاني قاد المغرب نحو عهد من التجديد الاستراتيجي، أما والده الملك محمد السادس فقد تابع هذه المسيرة من خلال تحديث المملكة وتعزيز دبلوماسيتها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للأمن الوطني التي تشكل جوهر الملكية. منذ طفولته نشأ الأمير مولاي الحسن في هذا الإرث العسكري والاستراتيجي، حيث تم تربيته لفهم تحديات العالم المعاصر، وقد أعده التعليم الدقيق والمهمات إلى جانب والده لاكتساب فهم عميق للقضايا المعاصرة. إن مشاركته في التمارين الدولية وخبرته المتزايدة تجعله قائدا ليس فقط مستعدا لتولي المسؤولية، بل أيضا لقيادة المملكة نحو آفاق جديدة.